عالسلامة ومرحبا بكم الناس الكل، ان شاء الله تكونوا بألف خير وصحة وعافية. طليت عليكم فيديو جديد. الفيديو تاعنا لليوم باش نقدم لكم فيه طريقة تحضير اللازانيا باللحم المفروم. نقول لكم ابقاو معايا لاخر الفيديو باش تشوفوا كل مراحل تحضير وصفتنا لليوم. اول حاجه تولينا باش نحضر الصوص متاعي هي الاولى. خديت المقفول اللي باش نطيب فيه، صبيت الزيت، كملت حطيت البصل باش نقلي البصل متاعي شويه وباش نكمل نضيف عليه اللحم المفروم. حطيت لنا توا شويه هروس ولا فلفل مهروش يبان لنا الصوص متاعنا بالكدا. دوبلا حركته كيف هكا وديريكت لحقت عليه اللحم المفروم، خاطر الفلفل هذاك راهو كان باش نخليوه يتقلى راهو باش يتحرق. دوبلا حطيته فيسع حركته شويه بالمغرفه وبعد تالي ضفت عليه اللحم المفروم. نحرك توا اللحم المفروم متاعي كيف هكا ونخليه يتقلى شويه. لنا توا باش نفاوح حطيت الملح، فلفل اكحل، كركم، تابل وكروية، فلفل زينة. نحرك كل شيء مع بعضه وباش نكمل نضيف الطماطم والثوم. لنا توا باش نضيف الطماطم، عندي كعيبات متاع طماطم سيريز قصيتهم كيف هكا على 2 وحطيتهم، وزدت ضفت حكه متاع طماطم بيري. بالنسبه للطماطم تنجموا تضيفوا حتى طماطم كونسونطري، راه ديما يبقى لكم التوم الشواء، تحبوا تحطوا طماطم كعب والا طماطم كونسونطري. لنا توا كملت ضفت الثوم، الكلافس راهو يبان لنا الصوص نتاعنا بالكدا. زدت ضفت شويه حبق وتوا نحرك كل شيء مع بعضه ونخلي الصوص نتاعي يطيب. نغطاها كيف هكا ونخليها لين تطيب. نرجع مرة أخرى للصوص نتاعي. هذه الصوص نتاعي توا قرت زيتها وطابت، ما تبقى كان باش نطفي عليها النار. نكملوا توا نشوفوا بقية المكونات نتاع الوصفة نتاعنا تاع اليوم. لنا عندي اللازانيا، خديت اللازانيا اني من نوع هذايا. خديت جبن موتزاريلا قصيته كيف هكا. عندي صوص بشاميل، بالنسبة للصوص البشاميل اني خديتها حاضرة، اللي يحب يحضرها في الدار ينجم يحضرها، راني كنت حضرتها معكم برشا مرات، واللي يحب يشوف طريقة تحضير صوص البشاميل اتو نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. لنا زادا عندي جبن مرحي. بالنسبة للجبونات راهو تنجموا تستعملوا جبونات اللي تحبوا عليها التومة، ديما يبقى لكم التومة الشوا. وعنا بالطبيعة الصوص اللي حضرناه البكري مع بعضنا. هذوما توا المكونات نتاع الوصفة تاعنا تاع اليوم. لنا توا خديت الطبق نتاع الفورة اللي باش نحضر فيه اللازانيا نتاعي، صبيت فيه شوية زيت باش ندهنو كيف هكا. حطيت شوية من صوص البشاميل هي الأولى بالطريقة هذه. وتوا خديت ورقات اللازانيا نتاعي باش نحطهم بالطريقة هذه. نجيب توا الصوص كيف باش نحطها كيف هكا. نحل الصوص نتاعي على الأوراق نتاع اللازانيا الكل. نحط توا الصوص نتاع البشاميل كيف هكا فوق الصوص. بالنسبة للصوص نتاع البشاميل هذه الحاضرة تشوفيها عاقدة راهي كيف هكا، وبعد تالي كيف نحطها في الفور تتحل، راهي تتحل الكل. لنا زدت ضفت شوية جبن مرحي وشوية جبن موزاريلا. نرجع توا كيف العادة نحط الأوراق نتاع اللازانيا نتاعي كيف هكا.
وكيف العادة لنا نحط الصوص متاع البشاميل، الجبونات، ونكمل نحضرها الكل بنفس الطريقة. كيما قلنا فرشة من البات نتاع اللازانيا، بعد تالي نحط الصوص بولونيز، صوص بشاميل وجبونات، ونكمل الطبقات الكل بنفس الطريقة. وهذه توا الفرشة الأخرانية، حطيت الصوص، زدت حطيت فوق منها الجبن المرحي، وباش نكمل نضيف الصوص البشاميل اللي عندي كل، وبعد تالي باش نغطي الطبق نتاعي وباش نحطه في الفور. كيف نشوفها قربت باش تطيب اكل وقت نعريها، ونكمل نحط عليها الجبن الموتزاريلا، ونولي نرجعها للفور لين تكمل الطيب، وبهكا تولي الوصفة تاعنا حاضرة. لنا توا كملت حطيت الصوص بشاميل الكل، نحلها كيف هكا بالطريقة هذه، نغطي توا اللازانيا متاعي كيف هكا، ونولي نحطها في الفور. نحطها توا في الفور، وكيف نشوفها قربت باش تطيب نولي نخرجها ونحيلها الغطاء ذاك من الفوق، ونكمل نحط لها جبن الموتزاريلا، وكيف العادة نعاود نرجعها للفور. هذه اللازانيا متاعي توا خرجتها من الفور باش نعريها كيف هكا، وباش نكمل نضيف لها جبن الموتزاريلا. وتوا بعد ما اللي ضفت لها جبن باش نهز نرجعها للفور. وهذه اللازانيا متاعي توا حضرت، نزلت كي خرجتها من الفور لنا باش نخليها تبرد شوية، ونولي نقصها ونوريكم الشكل نتاعها كيف جات. نوريكم توا الشكل متاع اللازانيا متاعي، لان لما حالة هي راهي مازالت سخونة، خاطر هي راهي من النوع اللي تشد السخانة برشا، واني معاش وقت عليا لان يلزمني نقصها. هذه اللازانيا متاعي، وهذا كان الشكل نتاعها كيما قلت لكم راهي مازالت سخونة. على كل ان شاء الله تكون عجبتكم وصفتي تاع اليوم، واذا كان عجبتكم ما تنسوش باش تشجعوني بالليجام، لي كومنتير، البارتاج، والاشتراك في القناة بالنسبة لجدد اللي مازالوا ما اشتركوش، وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديدي. واني تو ما تبقى لي كان باش نقولكم ان شاء الله في فيديو جديد. على بروشين وبسلامة.